جالكوا كله يجمع لما اكلم انت تسمع. خد مواد اللي بتوجع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. عاملين ايه احلى شبيحه في الدنيا؟ وحشتوني جدا بقى، وحشوني جدا 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 جدا، والشبيحه راجع لكم تاني. اول فيديو في السنه الجديده او تاني فيديو على ما اعتقد، عشان مش فاكر الفيديو اللي فات انا نزلته قبل السنه ما تخلص ولا بعديها، بس اعتقد بعديها، بس انا صورته قبليها. ما علينا، الفيديو ده اول فيديو انا اصوره في السنه الجديده، وان شاء الله يعني ما يكونش اخر فيديو، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا ننزل فيديوهات كتيره بس السنه دي يا جدعان، علشان نستمر بقى على اليوتيوب، عشان احنا كده لا مؤاخذه مش هقولها. طب دلوقتي لو انت لسه بتتفرج علينا جديد، خش دلوقتي اعمل سبسكرايب في القناه، يعني اشترك في القناه، يعني هتلاقي العلامه الحمراء دي اقلبها لرمادي، وفعل زرار الجرس عشان يجيلك المشاهدات الجديده. انا يا جدعان نص المشتركين عندي مش بيتفرجوا على الفيديوهات، ليه؟ يعني كل الناس اللي بتتفرج عليا مش مشتركين، مش معنى يعني ليه؟ ننزل دلوقتي حالا نشترك في القناه بعد اذنكم يعني، ونعمل لايك للفيديو بقى لو الفيديو عجبك. فيديو النهارده ريفيو عن اغنيه عنبه اللي لسه نازله من ساعه. انا دلوقتي الاغنيه لسه نازله من ساعه، يعني عارف الفيديو ده هينزل بكره، يعني الاغنيه هيبقى نازله امبارح، بس انا الفيديو لسه نازله من ساعه، وانا من اول الناس اللي اتفرجت عليها بقى، والاغنيه جامده قوي، ويا رب ما ناخد عليها كوبي رايت. ويلا بينا نعمل عليها ريفيو ونشوف جمالها وحلاوتها. وده عنبه يا جدعان، ده العيش سكه. اللي بيحب عنبه ينزل يكتب في كومنت تحت يقول انا بحب عنبه زيك. يلا بينا. البابا جالكوا يلا كله يجمع، كله يجمع. هو فعلا مميز وملهوش شبيه يا جدعان، هو بيقول كلام منطقي، وهو فعلا مميز وملهوش شبيه، ملهوش شبيه غير انا بس. ايوه يعني انا بس ادوني فرصتي كده، وهتشوفوا الترندات اللي هتنزل، وتشليف على الناس بقى وعلى كل تشليف. ليه اشلف؟ ما انا كده كده في حالي يعني، احنا بس نعلى الجمهوريه تعلى، وهوريكم الاغاني والترندات اللي هتنزل يا جدعان. بس سكه دغري، بدايه الكليب جامده قوي اصلا، وبحب اصلا الترانزيشن بتاعه في الكليبات الجديده بالذات، كمان تناسق الالوان والعربيات اللي بيجيبها اصلا، والالوان اللي بيعملها جوه العربيه نفسها حاجه غريبه كده بجد، والباك جراوند اللي بيعمله التصوير بجد بجد عاش قوي. تطوير الكليبات بتاعته بقت جامده قوي، ديابلو شكله كده اتطور جامد يعني. انت على قدك وانا يلا على راحتي، اسمع الكلام وافهم هو بيقول ايه. البابا عنبه راجع بحاجات كتيره، حاجات احنا مش قدها، سكه دغري. عنبه على وضعه يا جدعان، وبجد الله اكبر يعني. التراك اصلا عايز يرقص، انا عايز اقوم ارقص، بس انا عارف ان انتوا ممكن تكونوا مش سامعينه قوي عشان التشويش بتاع الصوت، بس التراك يجنن، التراك فيه حاجه غريبه، التراك خرافي. هو لسه كفاءة وفي الصحة، فهتلاقوه أحسن من الأول. ونفس الكلمة اللي أنا عايز أقولها لنفسي وللناس اللي بتتفرج علينا، طول ما إحنا كفاءة وفينا الصحة هتلاقونا أحسن من الأول، وهنرجع أحسن من الأول، وإن شاء الله مفيش أي اختلافات ولا أي حاجة وحشة تحصل لنا السنة دي، عشان السنة اللي فاتت 22 كانت وحشة أوي بجد. فإن شاء الله السنة دي هنكون مع بعض ومكملين مع بعض، وعشان نبقى مكملين مع بعض أنت إزاي لسه بتتفرج عليها وما عملتش اشتراك في القناة؟ إزاي يا اسطى ما عملتش اشتراك في القناة؟ قول لي. انزل دلوقتي اعمل سبسكرايب في القناة يا اسطى، خليك سالك، خليك سالك كده، وانزل اعمل سبسكرايب في القناة. عالمي يا اسطى، ايه ده يا جدعان؟ ده وزير الحنيه، قالوا فيا وفيا وفيا من غير اوراق رسميه، خدوا كشف مني هديه يا جدعان، وربنا انت عالمي. هو عالمي خلاص، هو ماسك الترندات اليومين دولت، هو وعصام صوصه. خلينا صادقين ان هما الاثنين دولت بقوا في مراكز جامده، يعني ممكن يكون انت مثلا بتحب عصام صوصه عنه، بس عصام صوصه ليه مجاله وده ليه مجاله عامه يعني، فالاثنين دولت بقى في مركز عالي قوي 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 قوي، وماسكين ترندات مش عايزين ينزلوا عليها. ومن اول 2023 كده عنبه بوم طخ مسك الترند بتاعه. الاغنيه دي عقبال لما انا انزل الفيديو ده الاغنيه دي هتبقى ترند وهتشوف.
كل لما باجي بحضر انتوا بتحكدوا. يا جدعان كلمات جامده. هو بصوا هو ما بيشلفش، هو اي حد عامه بيغني هاوس كول دلوقتي في المجال بتاعه ده في المهرجانات هو ده اللي ماشي يعني. حتى في الراب هتلاقيهم برضو بيقعدوا يشلفوا لبعض، هو مشكله انه ما فيش حد بيشلف عليه، هو بس بيشلف للحاقدين بس يعني. انت لو لاحظت اصلا عنبه في الاول اول لما بدا كان بادئ باغاني عاديه خالص وبكلمات عاديه خالص من اول هنا القاهره، بين الخناقه اللي كانت حاصله بين القاهره واسكندريه وضربت معاه بقى ماسك ترنداته كلها تشريف. بس هو ما بيشلفش لحد ولا ليه اعداد مخصصه ليه، بس هو طلع في برامج كتير قال لك يا جدعان انا يعني انا بشلف على اي حد حقودي، والحقودي بياخد الكلام على نفسه ودي حقيقه. هو ما بيشلفش لحد مقصود، هو بيشلف للحاقدين بجد. فهمتوا الكلمتين دول؟ اكيد فهمتوهم. انا مش عارف اصلا، انا مش عارف الصوت باين عندكم والله. يا رب اقدر ابين لكم الصوت ما يكونش موشوش، لان غصب عني لو الصوت موشوش عندكم يا جدعان قبل ما ارفع الفيديو لو الصوت لقيتوه موشوش ولا حاجه يبقى ده السبب الكوبي رايت. ان طبعا عنبه محذر على قناته قوي مش عارف يعني، مش مخلينا نقدر نتكلم على تراكات ولا نعمل ترندات. وليه يا اسطى؟ ليه مقفل على قناتك قوي كده؟ ده احنا بنحبك يا عم. ما بطلعش اشلف للاغنيه ولا اقول وحشه، الاغنيه جميله ادينا فرصتنا نعمل عليها ريفيو يا اسطى. فلو لقيتوا الصوت موشوش ولا حاجه فاعرفوا ان هو قافل على قناته على التراك وان انا مش قادر انزل الصوت عامه يعني. بس الكلمتين اللي هو كان بيقولهم اللي هو ملوش اعداء ومش ماشي غلط وبيتي مش ازاز ما بخافش من الزلط، اللي هو يعني الامثال اللي بيقول لك البيت من الازاز يخاف من الزلط ومش عارف ايه، حاجه ما يحدفش الناس قصدي بالطوب او بالزلط، حاجه غريبه كده. بس اللي هو ايه الامثال اللي بتتقال هو بيقول عكسها ان هو ملوش اعداء، فهو بيوضح لك ان هو فعلا ملوش اعداء. بس تراكاته كلها فعلا تشليف لان هو مسك الترند على كده وكل اغانيه بقت كده ونجح على كده. وانزل اعمل سبسكرايب يا اسطى لو انت لسه هتتفرج عليها لحد دلوقتي، يبقى سالك وانزل اعمل سبسكرايب يا اسطى يلا. عاش قوي يا عنبه. اولا عاش لعنبه، ثانيا عاش للي موزع، ثالثا عاش للي كاتب الاغنيه، رابعا عاش لديابلو اللي مصور الكليب، عاش للي مختار الديكور، عاش للدانسر، عاش الكليب كله والترند يا جدعان. يعني انا لما انزل الفيديو ده اراهنكم ان الكليب ده يبقى ترند اول بجد. وايه الجمال ده وايه الخرافه دي بجد. عاش قوي. وعنبه كل فتره بيصدمنا بالجديد، بيصدمنا بالنجاح، بيصدمنا بحاجات جميله. وعاش جدا ليه، برافو ونايس. عقبال الترندات الجديده. وبس يكون فيديو النهارده خلص. يا رب يكون الريفيو بتاعنا عجبكم ويا رب يكون الكليب كمان عجبكم. وخشوا شوفوه دلوقتي هتلاقوه ترند اول. وزي ما انا بقول لكم انا بصور الفيديو ده والاغنيه دي لسه نازله من ساعه بالظبط. اشوفكم الفيديو الجاي. ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه. انا اسف على الاصوات الكتيره اللي بره دي، انا مش عارف اصور بسبب كده. فان شاء الله في مفاجاه جايه زي ما بقول لكم، بس هي ممكن تبعد شويه. فانتظرونا فيديوهات جديده. اعمل سبسكرايب في القناه دلوقتي عشان تشوف الفيديوهات الجايه، فعل زرار الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه عشان تنزل لك اول لما انزل فيديو هيجي لك شعار ان انا منزل فيديو على طول. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. برضو مش هتوقفوني بسكم تسيبوني من دماغكم شيلوني. اسأل صاحبك يسأله تيجي قدامي تفشله. حاولوا تحبطوني برضو مش هتوقفوني. ربك بيريد حب الناس بيزيد شكلك ما جيتش